في شركات كتيرة خسرت موظفينها رغم إنهم لسه على مكاتبهم، لسه بيقبضوا وبيروحوا الشغل لكنهم فعليا مش موجودين. السبب إن اللي بيسمعوه غير اللي بيشوفوه خالص. شركة تقولك إحنا عيلة واحدة وتلاقي أول خناقة على مليم، أو واحد اترفد علشان مديره مش حابه، واللي يقولك إحنا بندور على الكفاءة وكل الترقيات بالمحسوبية وبالحب والمرتبات في الأرض. أقوى شركة تقولك إحنا بنكبر بيك، وأول ما تطالب بحقك يقولك يا عم بقى كويس أنت لاقي شغل أصلا. اهتمامك إنك عايز تفضل في الشركة وتكبر معاها بيخليك تحاول مرة واتنين ويمكن تلاتة، بس بعد كده بتزهق وتسكت. الشركات دي مش بتخسر لما الناس دي بتمشي، الشركات بتخسر لما الناس دي تسكت. يوم ما يبطلوا يحاولوا يحسنوا، يوم ما يقرروا يربطوا الحمار مطرح ما يعوز صاحبه. الشركات بتتأثر ويمكن تقع لما الناس اللي عندها يفقدوا الثقة في اللي بيسمعوه واللي بيتقال لهم، لأنه ساعتها بيتحول لآلة، والآلات عمرها ما تبني كيان. لو أنت مدير وبتدير فريق، ما تخليش روح فريقك تروح. اسمع بجد، طور، خليك في ظهرهم، حارب علشانهم. الناس مش محتاجة كلام ووعود قد ما فعلا محتاجين أفعال يشوفوها بعينيهم على أرض الواقع. يا ترى أنت إيه أكتر وعد سمعته في شغلك وطلع مجرد كلام؟ اكتبوا لنا في التعليقات.